ليه بنسكت رغم اننا موجوعين؟ الفيديو ده لكل ست ساكتة، لكل واحدة بتنام بالليل وعندها كلام كتير جواها بس مش قادرة تقوله، لكل واحدة بتقول معلش عديها، مش مستاهلة مشكلة، خلي البيت يمشي. أنا ولاء، وده مكانك الآمن. ولو انتي بتتفرجي عليا دلوقتي وحاسة ان الكلام ده شبهك، فأحب أقولك من البداية انتي مش لوحدك. السكوت مش دايما حكمة، أحيانا بيكون جريمة في حق نفسك. السؤال المهم، ليه بنسكت أصلا؟ ليه بنتحمل واحنا من جوه موجوعين؟ ليه بنختار نكتم بدل ما نتكلم؟ السبب الأول، خوف الوحدة. خلينا نكون صريحين، كتير مننا بيسكت مش علشان ضعيف، لكن علشان خايف. خايف العلاقة تبوظ، خايف يتقال عليه مش راضي، خايف يبقى لوحده. المجتمع طول عمره بيخوف الست من كلمة سابها، بيخوفها من نظرة الناس، بيخوفها من البداية من جديد، فتقول لنفسها استحمل أحسن ما أبدأ من الصفر. لكن اسألي نفسك سؤال صعب شوية، هو الوحدة فعلا أسوأ، ولا الإحساس إنك عايشة مع حد مش شايفك هو الأسوأ؟ أوقات كتير بنختار ألم السكوت على ألم المواجهة، بس محدش قال إن السكوت ملوش تمن. السبب التاني، اتربينا على كده من واحنا صغيرين، بنسمع كلمة اسكتي، كبري دماغك، عديها، ما تعمليش مشكلة، الست الشاطرة هي اللي تستحمل. كبرنا واحنا فاكرين إن التحمل بطولة، وإن السكوت قوة، إن اللي بتتكلم تبقى نكدية. لكن الحقيقة التحمل له حدود، والسكوت لو زاد عن حده بيبقى تنازل عن نفسك. محدش علمنا ازاي نتكلم باحترام، بس كلنا اتعلمنا ازاي نسكت بألم. السبب التالت، بنشك في احساسنا ونقول لنفسنا يمكن انا حساسة زيادة، يمكن انا مكبرة الموضوع، يمكن انا اللي غلط. اخطر مرحلة توصل لها اي ست هي لما تبدأ تشك في احساسها، تحس ان دموعها مبالغ فيها، وان زعلها ملوش لازمة، ان وجعها تفاهة. اخطر حاجة مش ان حد يقلل منك، اخطر حاجة انك تصدقيه. احساسك عمره ما كان تفاهة، احساسك مؤشر، جسمك وقلبك بيقولك ان في حاجة غلط. السبب الرابع هو خوف المواجهة. كتير من الستات بتسكت لانها خايفة من المواجهة، خايفة الكلام يبوظ العلاقة، خايفة تسيب اثر سلبي. بس لازم تعرفي ان المواجهة مش عيب، المواجهة وسيلة تحمي بيها نفسك، مش تهدم بيت. مثال لست اتكلمت بصراحة عن شعورها مع جوزها، كانت خايفة لكن اكتشفت ان العلاقة ما بينهم قويت والاحترام زاد. السبب الخامس، الاستحمال المبالغ فيه. كتير من الستات اتربوا على جملة واحدة، استحملي علشان البيت يمشي، استحملي لما حد يزعل، استحملي لما يجرحك، استحملي لما تحسي بالوجع. بس يا ترى الاستحمال ده بيخليكي سعيدة ولا بيخليكي تختفي من جواكي؟ الاستحمال مش دايما بطولة، ساعات بيبقى طريقة المجتمع اللي بيخلي صوتك يختفي. السبب السادس، السكوت كعادة. بعد سنين السكوت بيبقى عادة، مش شعور ولا اختيار، مجرد رد فعل اوتوماتيكي. العادة دي لازم تكسريها قبل ما تخسري نفسك وتخلي صوتك يختفي للأبد. السبب السابع، التضحية المبالغ فيها. الست اتعلمت تضحي بكل حاجة، شغلها، وقتها، ومشاعرها وأحلامها، وكل ده علشان البيت يمشي أو العيلة ما تتكلمش. ممكن تضحي بيومك أو بأسبوعك أو بحياتك، بس ما تضحيش بنفسك. مثال صغير لست بقالها 15 سنة ساكتة على حاجات بتضايقها، في يوم قررت إنها تتكلم، اكتشفت إن الكل كان مستمتع بسكوتها. السكوت مش دايما قوة، والتضحية مش دايما حب، والمواجهة مش دايما عيب. لو حسيت إن الكلام ده شبهك، اكتبيلي في التعليقات أنا مش لوحدي، وافتكري إن صوتك مهم، ووجعك مهم، ووجودك مهم. دي قناة مش لوحدك مع ولاء، واحنا هنا علشان نفكر بعض إننا نستاهل نتحب بصوتنا، مش بس بسكوتنا.